3 اكياس بسكوت وكسرتهم بعد ما بنتي كانت هتموت وتاخد مني كيس بسكوت، وانا اقول لها ابدا انا هعمل لكم اكله جامده جدا. بعد كده رحت جايبه الكوبايه دي سميد وحطيت كوبايه سكر وكمان نزلنا بالشوكولاته. بنتي واقفه جنبي هتموت وتاكل الشوكولاته، وانا اقول لها ابدا. حطيتهم في اكياس على هيئه كور ودخلتهم الفريزر لمده ساعه. بعد كده رجعتهم ورحت حطاهم في قالب السيليكون. طبعا بنتي واقفه فاتحه بقها وهتموت وتاكل، وانا عماله اغيظها واقول لها بعينك مش هتاكلي اي حاجه، لما اخلص الاكله كلها يبقى كلي مره واحده. فردتهم زي ما انتم شايفين ورحت نازله عليهم بالشوكولاته في في قالب السيليكون، اوعوا تنسوا. وبعد كده بعد ما عملتهم خالص قفلتهم من فوق برضو ببقيه الشوكولاته اللي احنا عاملينها. طبعا ما انا مش هسيبها، اوعي ترمي حاجه. قاعده بقى وبنتي فاتحه بقها وانا اقول لها خليكي فاتحه بقك لحد الصبح. طلعتها حطيتها في الفريزر لمده ساعتين، مسكت كده وخلت الشكل الجامد ده. الله الله الله، ايه الجمال ده! حاجه كده من الاخر جميله جدا جدا وسهله وما خدتش في ايدينا دقايق. حطيت بقيه الشوكولاته برضو اللي احنا كنا اصلا النهارده مش هرمي حاجه خالص، لازم كله اقتصادي ثم اقتصادي ثم اقتصادي. واديني حطيتهم في قلب الطبق التاني وبرضه بنتي واقفه جنبي وانا اقول لها ابدا مش هديكي منها ولا حته الا لما تخلص كلها. واديكوا شايفين اهو جميله جدا 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 وما شاء الله حلوه. بصوا الله على الجمال، ايه الجمال ده! ايوه افتحي بقك بقى خدي قطمه، ايه رايك فيها؟ جامده ولا لا؟ اما تقولي سيب التصوير واكليني قلت لها خدي عشان اسكتها بس. ايه رايكم بقى انتوا في الوجبه دي؟ عايزه اكسبلور وعايزه بقى حاجات كتير ولايكات كتير كتير كتير.